الجمال والحلاوة والطعامة وصواني الرقاق التحفة. دي بقى النهاردة تسوية رايقة للرقاق. بصوا يا جماعة، أنا عندي ميزة كويسة جدا في الكيتشن. عندي إن المنيو بتتباعت تقريبا كل يوم، أو كل ما بنعمل تعديل في الأسعار، أو كل ما عملاء جديدة بتنضم لينا، أو كل ما بنزود أصناف. فالموضوع بسيط جدا. حضرتك عايز تشوف المنيو، افتح المنيو، شوف ايه اللي موجود فيها واسعاره كام. والموضوع برضو بسيط جدا جدا جدا. ان حضرتك ممكن بمنتهى السهولة تلاقي حاجة تمنها 100 جنيه، معناها ان الكيلو منها، معناها ان النص كيلو هيبقى بكام؟ ب50 جنيه. تمام كده. يعني الموضوع سهل جدا. يعني حضرتك مش محتاج حد يحسب لك ويقول لك الحاجة تمنها كام. تمام كده. حتة بقى ان انا ابقى مصر ان انا اتصل بالناس واسألهم على الاسعار، من باب ان انا اقول لهم ايه ده غالية، دي معناها يعني دي قلة ذوق من العميل. وللأسف قلة الذوق دي بتتسبب ان حضرتك بتهين نفسك. لان اكيد انا لما هرد عليك ردود اقول لك بيها ان مش غالية، وفيما معناه انها لو غالية هي غالية عليك انت، لكن هي اساسا مش غالية. بتحرج نفسك لانك بتطلع نفسك قدام الناس انك راجل مش بتفهم ومش عارف الاسعار، او انت ست مش بتفهمي، او استغلالية، او كل الصفات الوحشة هتبقى فيكي. فمعنى ان انت بتتكلمي تسألي على الاسعار من باب انك تنظري ايه الغالي وايه اللي مش غالي، انت بتهيني نفسك. يعني هي قلة ذوق منك، بتقابلها اهانة. لكن لو بتسألي عادي من باب ان انت فعلا ناوية تشتري، دي ما فيهاش مشكلة. ده غير طبعا الناس اللي بتضيع وقتي في أسئلة كتير جدا جدا، وباين قوي من طريقتهم ان مش هيشتروا. انتوا بتسألوا بقى عندك وقت فراغ، عايزة حب استطلاع؟ لا. الأماكن اللي زي الأماكن بتاعتنا كده ما فيهاش أي يعني فرصة لتضييع الوقت، ولا إن لو حد عنده فراغ وعايز يرغي معايا. لا للأسف، لا، مش في وقت الشغل خالص. تمام كده يا جماعة.